انا عندي مشكلة. وقف عن كونك الشخص الذي يبذل الجهد دائما. استرخي ودع السفينة تغرق. بالظبط كده، هي دي بقى المشكلة. انت عارف ان انا في الفترة اللي فاتت دي انا ظبطت الأوضة بتاعتي وشلت السرير، خرجته بره وعملت كده مكاتب وظبطت لكل مكتب شغل، وهنا هشتغل وهنا اذاكر وخلاص بقى، ظبطت كل حاجه. المفروض ان انا مفيش دلوقتي قدامي اي حاجه تقريبا اعملها غير ان انا خلاص هخش اذاكر. فانا هخش اذاكر حرفيا، مفيش اي حاجه في الاوضه تتعمل غير بس ان انا اذاكر. بس على ما يبدو ان مش دي كانت المشكله، مش عارف ليه. بس هو الواحد بقى ايه، هو انت تحب ان انت تلاقي اي حاجه تقريبا انت ممكن تفكر فيها عشان ما تذاكرش. فمن ضمن الحاجات دي هي ان انا خلاص ما بقتش عارف ان انا اذاكر في الاوضه. فزي ما انت شايف كده دلوقتي انا ورايا ماتش شغال، طبعا الايربودز دي بتعمل شغل جامد يعني، الناس بقى حواليا في كل حته وبتاع ورايح جاي. فالفكره ان انسان طبيعي هيتشتت في الوقت ده، بس مش عارف هو يا اما انا مش طبيعي يا اما انا فعلا بتشتت بس انا ببقى مركز في نفس الوقت. فالفكره ان انا مش عارف، بس انا فعلا ما بقتش بعرف اذاكر في مكان بره مثلا زي كده. انا كده مفيش اي حاجه حرفيا قدامي ممكن اعملها غير ان انا اطلب قهوه وافتح البتاع ده واذاكر. ليه؟ عشان مفيش مثلا مش معايا نت مثلا، معايا داتا معايا تظبط، بس الحوار يعني افتح النت بتاعي يخلص وانا مش عايز النت يخلص. فدي الفكره. انما في البيت بقى واي فاي ودنيا، في حاجات كتير قوي اعملها. انما هنا بحس ان انا مفيش مفر بقى، اللي هو انا خرجت بره فانا قدامي حاجه واحده بس ان انا اعملها، سواء بقى يعني في حواليا دوشه كتير. الماتش ده حرفيا اول مره اشتغل وانا دلوقتي مصدع وشكلي اقوم امشي. بس لا فعلا يعني هو بقى ده بتعرفش ان هو يعني هو انا المشكله دلوقتي. يعني المشكله مش في البيت، والمشكله مش في المذاكره، المشكله فيا. احنا المشكله. بس اهو هانت كلها مادتين والامتحانات تخلص. هو بص، صلى على النبي، هو الوقت بتاع الامتحانات الشهر ده هو الواحد لازم فيه بقى كده يطلع مواهب من نفسه كده. يعني مثلا اطلع اذاكر فوق السلم عشان اصدع من تحت، هو كده. هطلع اذاكر بره اي حاجه، المهم ان انا ما اذاكرش. بس مش عارف يعني، هو الحقيقه ان المذاكره ممله ولازم يضاف ليها شويه حماس كده عشان الواحد يعرف ان هو يذاكر. يعني لازم يبقى في شويه حاجه، فاهم؟ ولو ما فيش حاجه مش هعرف اذاكر. على قد ما تبان ان هي حجه وطريقه للهروب من المذاكره، وهي فعلا كده، الا ان الواحد مش بيلاقي مفر من المذاكره في الاخر برضه. ليه؟ عشان ما فيش اوبشن كده تذاكر. لكن في نفس الوقت تغيير حلو. انا خارج من البيت، المكان هادي جدا وكل حاجه متوفره فيه، وجاي قهوه وسط ناس رايحه جايه وماتش وصوت عالي، وقاعد عايز اذاكر. بس على عكس ما هو باين الحقيقه، باستثناء الصوت المؤذي جدا اللي في الخلفيه، فتعديد شويه حاجات عايز تعملها وتاخد معاك الحاجات اللي انت محتاجها بس عشان تخلصها، وتطلع تقعد في مكان منفصل بعيد عن البيت، ده بيساعد انك تخلصها في وقت اسرع اضعاف من كونك قاعد بس في البيت. بس انت عارف ليه؟ عشان البيت دايما فيه سرير، فيه تلفزيون، فيه نت، في دايما احساس مختلف، احساس انك عايز تضيع وقت، انك تمسك الموبايل تشوف ايه جديد، تشغل حلقة من مسلسل وتقعد تسمع. مكان مليان بالحاجات اللي تبسطك اكتر بكتير من المذاكرة. انك ممكن تعمل اي حاجة حرفيا الا انك تذاكر. وعلى الرغم ان ساعات الواحد بيقدر يحكم نفسه انه يخلص اللي وراه وبعدين يشوف اي حاجة تانية، الا ان ده مش دايما بيحصل. وانا مش من الناس دي الحقيقه اللي بتبعد عن المشتتات بسهوله. فالخروج من البيت للمذاكره هو ضروره. حتى لو ورايا صوت ماتش وجنبي ناس بتتكلم، فانا متاكد ان قادر اركز اكتر بكتير من وانا في البيت. هو ده طبيعي. هي في العاده القهوه اصلا بتبقى اهدى من كده، ما بيبقاش الماتش ده شغال، وفي الغالب اصلا ما بيبقاش فيها حد هناك. بس هو النهارده كان يوم مميز شويه عشان انا هصور وعشان انا عندي احصاء والكلام ده كله، فكان لازم الدوري الانجليزي يتلعب النهارده. بس لا والله يعني هي الفكره بشكل عام اصلا ان هي بقت حجه، فاهم؟ اللي هو انا مش عايز اذاكر والله بجد. يعني المذاكره ممله وانا مش عايز اذاكر، بس في نفس الوقت برضه لا، انا ما ينفعش ما اذاكرش عشان ده امتحان احصاء، وعشان لازم الاقي حاجه اعملها او اصعب الدنيا على الاخر عشان ما اذاكرش. بس كده. لو متعرفش فانا عندي تاريخ طويل مع الجيم. بدأت من بدري قوي، تقريبا من تالتة اعدادي مثلا، فضلت مكمل من غير ما اريح ابدا على مدار 3 سنين.
كنت كل يوم بروح الجيم لدرجة ان كان مسيطر على شخصيتي حرفيا. كنت في البداية حتى نوع الفيديوهات اللي عايز اعملها كانت عن الجيم والتغذية والرياضة، انما بقى تالتة ثانوي غيرت كل حاجة. من بعدها ولغاية دلوقتي ما التزمتش بالجيم حتى اسبوع واحد، والحقيقة انا بحاول التزم من ساعتها. يعني اقصى مدة تقريبا قعدتها في الجيم بشكل متواصل كانت اسبوع في خلال سنتين، بس مش عارف ابدا التزم. بس ده منطقي برضو، دلوقتي في كلية، وقت اكبر بره البيت، وشغل، وحاجات اكتر بكتير في اليوم. بس برضو نظرا لأهمية الجيم وكون ان عايز فورمة جامدة، فانا حاطط هدف من اهداف السنة دي ان التزم بالجيم بشكل يتماشى مع الوقت المتاح دلوقتي، حتى لو بس 3 ايام في الاسبوع، بس يكون بشكل مستمر على مدار السنة دي كاملة. فحبيت اشارك ده عشان يبقى في دافع اكبر ان احاول التزم وافضل مكمل، وكون ان دلوقتي انتم كمان عارفين الهدف ده فهحاول ان ما بوظهوش. فايه رايك تلتزم معايا انت كمان؟ مش شرط الجيم، وانما بهدف برضو انت حاطه لنفسك، مش عارف تمشي عليه لوحدك. فممكن فتره لفتره كده نتكلم عن تقدمنا في الهدف ده، انا وصلت لفين في الجيم، تتكلم انت عن عملت ايه في الهوايه او الهدف اللي انت حاطه وصلت لفين، وان شاء الله محدش فينا يقع من التاني. بس حاليا اعتقد ان التمرينة دي هتخلص ونروح نكمل الإحصاء اللي مش بتخلص. استرخي ودع السفينة تغرق.